فاللهم يا رب ارزقنا رزقا حلالا طيبا، ثم بارك لنا فيه، ومن علينا بالخشوع في الصلاة والدعاء، وبالجد والإتقان في العمل والبناء. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بقى النهارده في فيديو جديد. الفيديو النهارده حلو جدا يا بنات، وفي حاجات كتير حلوه قوي ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجه طبعا هنعملها مع بعض هي الاباجوره الكبيره اللي انتوا شايفينها دي، من احسن بجد الحاجات اللي عملتها. انا مبسوطه بيها جدا جدا جدا. كنتش متخيله بصراحه ان شكلها هيطلع حلو قوي كده. ان شاء الله هنعملها النهارده مع بعض بكل التفاصيل بتاعتها، وطريقتها سهله خالص. بس الأول بقى ما تنسوش تعملوا لايك كده للفيديو، وكمان تكتبوا لي كومنت تحت كده تشجعوني، وخليكم معايا لآخر الفيديو. النهارده الفيديو حلو قوي ان شاء الله هيعجبكم. يلا بينا كده نبدأ. أول حاجة الفكرة بتاعتنا. بصوا، أول حاجة استخدمت السلك اللي انتوا شايفينه ده. رحت كده عند اللي هو بتاع الدهانات وكده، خليته يقطع لي نص متر تقريبا. استخدمت نصه بس، ولسه النص التاني موجود عندي، هعمل بيه واحدة كمان. كمان اشتريت اللي هو السلك الرفيع اللي انتوا شايفينه ده، بيقولوا عليه سلك رباط، يعني بنربط بيه الحاجات وكده. فانا استخدمته ان انا اربط كده الجزئين بتوع السلك في بعض زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ ان انا ادخله كده ما بين الجزئين بتوع السلك، وبعدين بقعد اتنيه. التاني بتاعه سهل برضو بالايد كده، يعني ما تقلقوش، ما بيبقاش جامد معانا او حاجة. بدأت ان انا اربطهم كده في بعض، وكان عندي كده اللي هي القصافة الصغيرة دي، بدأت ان انا اقص الجزء الزيادة اللي هو موجود معايا هنا. خلاص كنت ربطت السلك من الناحيتين اللي موجودين معايا زي ما انتوا شايفين كده. انا مش مسرعه الفيديو برضو ولا حاجه، علشان تكون الفكره برضو واضحه معاكم كويس، وشايفين كل التفاصيل بتاعه الفيديو. الحاجة التانية كمان اللي هستخدمها، استخدمت ماسورة ستارة كانت موجودة عندي بالطول بقى اللي انتوا حابينه. كمان استخدمت الغطا الصغير البلاستيك اللي انتوا شايفينه ده، وحددت دايرة صغيرة كده على قد الماسورة بتاعتي، على قد الفتحة يعني بتاعة الماسورة بتاعتي، لان هحط الماسورة في قلب الجزء اللي هو البلاستيك الغطا اللي موجود معايا ده. كمان استخدمت مسمار صغير كده، وبدأت ان انا اخرم كده الغطا خروم صغيرة خالص، علشان هبدأ ان انا احط برضو سلك الرباط اللي هو كان موجود معانا ده. هبدأ ادخله كده في كل الاجزاء الصغيرة اللي انا عملتها، وبعدين ببدأ ان انا اتنيه كده بحيث ان انا اثبت السلك ده في قلب الغطا. وهتشوفوا برضو هنعمل ايه بالجزء التاني بتاع السلك اللي موجود معايا. هبدأ كده ادخل سلك الرباط في كل الخروم الصغيرة اللي انا عملتها، ونكمل كده الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بصوا ده كده شكلها خلاص بعد ما كنت دخلت كل السلك الرفيع كده في كل الخروم اللي انا عملتها. وبعدين بدأت ان انا اثبت بقى عليها، وبعدين بقى هبدأ ان انا اثبت عليها كده الجزء السلك الكبير اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. والاجزاء بقى السلك الصغيرة اللي طالعة دي هبدأ ان انا ادخلها كده في السلك المربعات الصغيرة دي، وهربطها برضو كويس بحيث كده ان احنا نكون ربطنا الجزء اللي هو بتاع الستارة اللي موجود معانا، الماسورة بتاعته، نكون ربطناه في الجزء السلك الكبير. بصوا ده كده كان شكلها معايا. وبدأت برضو السلوك كان فيه مثلا اجزاء زيادة وكده، بدأت ان انا اربطها كويس قوي في الماسورة بتاعت الستارة، علشان برضو ما تتحركش معايا او تقع معايا او كده. حقيقي كانت ثابته كويس جدا، يعني حتى لو ولد مثلا زقها او وقعها او كده، لا كانت ثابته معايا كويس، ما تقلقوش يعني. الخطوة التانية كمان اللي بعد كده، بدأت استخدم الطبق الصغير اللي انتوا شايفينه ده. هو كان جردل كده صغير موجود عندي، وانا قصيت الجزء بتاعه اللي من فوق. بس هنا غلطت غلطة بصراحة لازم انبهكم عليها. المفروض كنت دهنت الاول الجزء اللي تحت ده بمادة دهنية، كريم مثلا او زيت او كده، علشان بعد ما اخلط الاسمنت مع الجبس وكده اقدر ان انا اطلعها بعد كده تبقى سهلة معايا. لكن انا بصراحة نسيت الجزء دوت، فهي لزقت معايا في قلب الطبق الصغير ده او الجردل الصغير ده، معرفتش اطلعها منه بصراحة. زعلت بصراحة شوية ان الجزء ده باظ معايا، بس قلت مش مشكلة، ممكن مثلا الف عليه خيط او احط عليه مثلا شكل كويس كده يديها برضو شكل كويس من تحت. بدأت بقى ان انا كده اخلط الاسمنت مع الجبس الابيض بشوية مية، وزي ما انتم شايفين بيبقى بالشكل ده بالظبط كده. وهبدأ بقى احط كده عليه الماسورة اللي موجودة معانا، وما تقلقوش مش هتمسكوها كتير، هو كده كده بينشف على طول، يعني دقيقتين 3 وكان ناشف معايا وكله تمام. بصوا بقى كمان الجزء اللي بعد كده، اشتريت سبراي لونه اسود، وبدأت كده ان انا ارش الماسورة اللي هي موجودة معايا علشان برضو الشكل بتاعها يكون كويس. ورشيت كده الجزء اللي انتوا شايفينه تحت. بصراحة متضايقة قوي من الجزء اللي تحت ده، بس خلاص حصل خير يعني. هو كده كده مش هيبقى باين، يعني انا هحطه ما بين الكراسي برضو وكده، فمش هيبقى باين معايا قوي. بصوا بقى كمان استخدمت القماشة اللي انتوا شايفينها دي، هي لونها حلو قوي وكمان ماشية عندي مع الركنة وكده، فحبيت ان انا استخدمها علشان يبقى الالوان كلها كده ماشية مع بعض. بعد بقى ما لزقتها بمسدس الشمع كده وكله كان تمام، وبدأت احط الإضاءة فيها، فحسيت انها لا شكلها مش حلو، يعني مبينة كده كل التفاصيل، لان زي ما انتوا شايفين هي قماشة شيفون.
فقلت لا خلاص انا هحط الاول البطانه اللي هي البني اللي انتوا شايفينها دي، كانت طرحه برضو بطانه كده قديمه موجوده عندي، فبدات ان انا الفها الاول كده عليها، وبعدين حطيت بقى عليها القماشه الشيفون اللي هي اللون اللي انا عاوزاه. وده كده كان شكلها حقيقي والله مهما اقول شكلها حلو قد ايه. هو بصراحه التصوير يعني مبين برضو معاكم، هي طلعت شكلها حلو قد ايه. والله شكلها كانها حقيقيه كده زي اللي احنا بنشتريها، وبصراحه الاسعار بتاعتهم غاليه جدا. وزي ما انتم شايفين ما كلفتناش اي حاجه، كل الحاجات يعتبر كانت عندي، ما اشتريتش بس يعتبر غير السلك بس اللي احنا عملنا بيه الجزء اللي فوق. يا رب كده تكون الفكره عجبتكم. تاني حاجة بقى هشاركها معاكم النهاردة هو تنظيم الدولاب كده، البطاطين بقى والمفروشات والحاجات دي. طبعا انا كنت مورياكم كده الجزء التاني اللي هو بتاع الدولاب في أوضة الأولاد عندي في أوضة الأطفال وكده. وزي ما قلت لكم هو كبير جدا وبياخد كل الحاجات معايا، فحبيت برضو ان انا اشارك كده معاكم واوريكم برضو ازاي بنظم كده المفروشات بتاعتي. اول حاجة بعملها ببدأ ان انا اطبق كده المفروشات بتاعتي وبلفها زي ما انتم شايفين بالخيط ده، لاني بصراحة بتضايق جدا لما افتح الدولاب كده والاقي بطانية او حاجة واقعة فوق راسي كده. بصراحة بتضايق جدا، فحبيت ان انا اعمل الفكرة ديت بصراحة حلوة قوي. ممكن بقى كمان تشتروا شريط ستان مثلا يكون لونه حلو او شكله حلو وتعملوا فيونكة بقى وحركات وكده. بس انا بصراحة كان موجود عندي اللي هو الخيط الرفيع ده، فبدأت ان انا اربطهم بيها كده، وشكلها برضو حلو يعني ما بتفكش برضو معايا او كده. حتى الولاد مثلا لما يحركوها او كده مش هتقع. وهنا كنت بقفل الدولاب كده لان البطانية دي كبيرة قوي عندي، حجمها كبير قوي بصراحة، فكنت بشوف يعني لما اقفل الدولاب كده هيقفل معايا كويس، هي تطبيقتها جت مظبوطة يعني، ولا مثلا اطبقها بطريقة صغيرة شوية. هوريكم برضو طريقة كده اللي انا بطبق بيها البطاطين عشان يطلع كده كلهم شكل بعض وشكلهم متساوي كده في الدولاب برضو. لما نفتح الدولاب كده نحس براحة نفسية، اهم حاجة والله الراحة النفسية لينا بصراحة، دي حاجة بتشجعنا كده بصراحة ان احنا برضو نقوم نروق كده ونظبط الدنيا عندنا. بصوا دي الطريقة اللي انا بطبق بيها البطاطين، ببدأ ان انا افردهم كده، وبعدين بفرد كل بطبق كل ناحية كده من الناحية دي ومن الناحية التانية، وبعدين بتنيهم كده على بعض. انا حبيت برضو ان انا اوريها لكم في حاجة صغيرة، لان بصراحة البطانية كان حجمها كبير يعني، فما بقتش عارفة اصورها كلها، فشاركتها كده معاكم في حاجة بسيطة كده برضو علشان تعرفوا انا طبقتها ازاي. كمان اللحاف كده الفايبر اللي موجود عندي ببدأ ان انا برومه كده بالطريقة ديت، وبلفه برضو كده بالحبل وحطيته كده في الجزء دوت. وبقيت بقى المفروشات برضو هبدأ ان انا احطها كده عندي في الاجزاء بقى الصغيرة اللي موجودة دي. ده هنا اللي هو المفرش الكبير بتاع السرير، بدأت ان انا برضو طبقته كده تطبيقة بسيطة، وحطيته كده في قلب كفر من بتوع المخدات بتاعته علشان ابقى عارفة بقى ان كل حاجاته موجودة هنا. وكان باقي منه اتنين كده كفر للمخدات، بدأت ان انا احطهم فوق كده. وبرضو برمت كده الكوفرتة اللي هي الكبيرة ديت، وحطيتها برضو في الجزء اللي فوق كده عشان برضو تدي شكل كده كويس، وتبقى كل الحاجات كده متناسقة مع بعض وشكلها حلو. الفواصل بقى اللي ما بين البطاطين وكده ديت هبدأ بقى ان انا اطبق الدفايات، مثلا لو عندي ملايات مثلا كبيرة او كده ببدأ ان انا اطبقها برضو تطبيقة كده شكلها حلو، وبعدين بحطها بقى في الاجزاء اللي هي موجودة معايا دي. واي جزء برضو فاضي معايا يعني بدأت ان انا احط كده مثلا المصلية اللي هي الكفرات بتاعة الكنبة، والجزء اللي تحت زي ما انا وريته كده في اول الفيديو، في اول يعني ما بدأنا فيديو الأوضة وكده، وريتكم كده ان الجزء اللي تحت انا حاطه فيه اللي هي وكمان برضو حاطه معاه كده كفرات اللي هي بتاعه الكنب وكده، يعني مخليه الجزء اللي تحت ده برضو لحاجه، وبقيه الدولاب لحاجه تانية. وحتى في برضو اجزاء فاضيه معايا، يعني الملايات برضو الكبيره اللي انا كنت حطاها في الجزء التاني عند الولاد هبدا ان انا احطها برضو هنا. وده كده كان الشكل بتاعه. انا سايبه برضو اللي هي الشنط اللي هي بتاعه البطاطين وكده، بحب بصراحه ان انا احتفظ بيها برضو، ممكن احب ان انا احطهم فيها بعد كده يبقوا موجودين عندي، ابقى احطهم برضو في الدولاب وكده. كده فيديو النهاردة خلص. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، حقيقي من اكتر الفيديوهات اللي انا كنت متحمسة جدا ان انا انزلها. وكمان الاباجورة الكبيرة دي بصراحة مبسوطة بيها جدا، مهما اوصف لكم انا مبسوطة بيها قد ايه. بصراحة طلع شكلها حلو جدا، وزي ما انتم شايفين والله حقيقي ما كلفتنيش حاجة. زي ما قلت لكم كل الحاجات اللي كانت موجودة عندي بدأت ان انا استخدمها وطلعتها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يا رب يا رب تكون الفكرة النهاردة عجبتكم، وإن شاء الله تجربوها عندكم وتطلع شكلها حلو جدا. ما تنسوش بقى التفاعل على الفيديو، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو كده تحت، وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد.